الغدا النهارده بقى شويه رز ملهمش حل. بص الرز الصياديه عامل ازاي، شايفين بيلمع ازاي، وشويه كمان سمك مرجان. يا سلام، ما اقولكوش على ريحته وطعمه وجماله. شايفين شكله عامل ازاي؟ ده العاده بجوعكم، يعني انا بصوا لازم اجوعكم يا جماعه. الاول بقى اللي ما يعرفنيش، انا صافي وبرحب بيكم وفيديو جديد. دي قناتي، يلا اشتركوا فيها وفعلوا الجرس وسيبوا لي كومنتات حلوه كده وقمر زيكم. وايه تاني، واشتركوا في القناه طبعا. ويلا بينا بقى نشوف عملنا السمك القمر ده ازاي، وكمان الرز هنعمله مع بعض. يلا يا حلوي. صحيت من النوم مش عارفه اعمل اكل ايه، قلت اما اخش كالعاده كده ادور في الفريزر واطلع حاجه سريعه. ببص في الفريزر كده لقيت حاجه بصوا حلوه قوي وانا بحبها، طبعا المتابعين الحلوين هيبقوا عارفين ايه اكتر اكل انا بحبها. لقيت السمك القمر ده، لقيت شويه السمك الحلوين دول. بصوا على قد العشاء بتاعنا، قلت بس سهل جدا وبسيط وحلو، اقوم بسرعه اخد شويه السمك دول انضفهم كده واغسلهم واتبلهم مع شويه رز وسلطه كده تمام قوي. اتعشيت. بصوا بقى، تعالوا الاول اوريكم شكل السمك عامل ازاي. السمك ده انا كنت جايباه، بصوا ما كملتش يومين، يعني انا جايباه تقريبا اول امبارح، بس جبته وشلته في الفريزر لما لقيت شكله حلو كده وخرج من الفريزر لسه زي ما هو. بصوا شكله حلو وعينه بتلمع ولونه جميل قوي. بمناسبه السمك ده اسمه سمك مرجان، وانا ما كنتش اعرفه ولا بحبه يعني ولا باكله على طول، لكن في مره كنت شاريه كميه سمك واتحط لي منه زياده كده، او اللي هو ايه تكمله ميزان. ولما جربته بصراحه وتبلته حلو لقيته طعمه جميل جدا. من ساعتها وانا كل ما انزل السوق لو لقيت منه بشتريه، حتى لو لوحده كده بشتريه من غير اي حاجه، يعني من غير سمك تاني معاه بشتريه. بصوا بقى خاصه السمكيه، بصوا قد ايه، قد ايدي. كبيره جدا ازاي. ده اللي خلاني جبته، يعني عجبني وجبته، ده غير بقى لونه وطعمه الجميل قوي. فبس قلت بقى ايه، بما انه عشا كده وسريع، اعمل شويه السمك دول زي ما قلت لكم مع رز وسلطه. طيب قلت بقى اوريكم الاول واشارككم معايا كمان الغدا بتاعي النهارده. ادي السمك، طبعا السمك ما بيتنضفش، يعني ما بيتنضفش في السوق، احنا بنجيبه وننضفه في البيت، بيتنضف بالشكل ده. اعمل معاكم واحده كده وبعدين انضف انا الباقي. وفي العادي يعني انا هقول لكم وانا بنضفه كده بعمله ازاي. بنضفه وانا قاعده يا جماعه، باخده والله واروح اقعد كده، خاصه لو جايبه كميه او صغير، انضفه وانا قاعده بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وبعد ما اخلص كل الكميه اقوم بقى اغسله تحت الايه، تحت الميه الجاريه كده في الحوض. بصوا هو ما بياخدش وقت في تنظيفه، خدوا بالكم. واشيل الايه اسمها ايه اللي تحت دي، الزعانف. بس كده هو اتنضف معايا اهوت. شايفين؟ استنى نشيل دي كمان، أنا مش عارفه واضح لكم وانا بنضفه ولا لا. المهم احنا بنشيل الزياده اللي هنا واللي هنا واللي هو هنا وهنا، وبعدين بنفتحه بقى من جوه كده. بصوا انا بفتحه بقى ولحد هنا والصوت، ما بعملش فيه اي حاجه. افتحه كده اهوت اهو، ماشي. عشان ما اقرفكوش بقى. يعني السمك جميل والله، بس انا بعمله كده وخلاص. هاجي بقى ساعه وانا بعمله في الميه وبغسله، بروح اول حاجه بجيب معلقه واروح شايله اللي هو القشر اللي عليه ده. بصوا اهو طبقه القشر دي كده بشيلها وانا بنضفه، وبعدين بروح غسلاه من جوه سريع سريع كده وخلاص، بيبقى جاهز معايا وبتبله. اروح بقى انضفه كله واغسله ونيجي نتبله مع بعض. تعالوا شوفوا بقى السمك اهو، بعد ما ايه نضفناه وغسلناه وبقى كله تمام، وكنت حاطاه في المصفى هنا بيتصفى. بصوا شكله يفتح النفس جدا. طيب السمك ده لازم تعملوه التتبيله بتاعته تبقى حلوه كده وزياده عشان يطلع معاكي طعمه حلو. التتبيله ايه هي بقى؟ التتبيله بتاعت السمك كله ما بتتغيرش، هي واحد بس. يلا اقول لكم عليه عشان بقى ايه البنوتات الجديده والعرايس الامارات الجداد يبقوا عارفين كل حاجه. هي عباره عن ملح وكمون وكزبره، وهنا كركم ده اختياري، والثوم والفلفل طبعا والليمون والخل. هي دي التتبيله بتاعته ما بتتغيرش. يبقى ايه تاني؟ ملح، وبصوا ملح وكزبره وكمون، طبعا السمك بيحب الكمون والثوم. تمام، دول كده الاساس. الكركم اختياري تمام، بس احنا بنحطه عشان يدينا لون حلو كده. وطبعا الفلفل الحار، او زي ما انت عايزه حابه يعني خدي بالك منه عشان ما يبقاش حامي قوي. وطبعا الليمون والخل، هي دي التتبيله. نحط كل ده على بعضه، وده شكل بقى ايه التتبيله القمر بتاعتنا. بعد ما مزجنا كله او خلطنا كله كده في بعضه، بقى ده كده شكلها. عايزه اقول لكم ريحتها كده وطعمها تحفه جدا، طبعا بتدوقوها كده علشان تتاكدوا ان الملح تمام. اهي كده بقت جاهزه معانا والسمك جاهز. يلا بقى ايه نتبله.
وكده خلاص ده شكله بعد ما اتبل معانا. خلاص هغطيه بقى وادخله على التلاجة طبعا لحد ميعاد الغدا بتاعنا. عملت معاكم الرز كده سريع زي ما انتوا شفتوا كده. اهم حاجه والتكايه المهمه بقى دلوقتي ان الرز تنقعوه شويه. لما الرز بتاع السمك بيتنقع شويه بيبقى طعمه حلو قوي، بيبقى طري كده وجميل، وهوريه لكم اكيد اخر الفيديو. وكمان تعملوا ايه، اللي حطيت بقى ملح وشويه صغننين جدا من الكمون، وحطيت نص مكعب مرق الدجاج، بتفرق قوي في طعم الرز. كده خلصنا الرز مع بعض، هسيبه بقى يستوي. يلا بقى نحمر السمك مع بعض. هنا بقى عفرته في الدقيق اهوت والزيت على النار، وعملت كمان شويه سلطه، وطلعت الجرجير، وما فاضليش غير ان انا احمر السمك، وكمان الرز خلاص قرب يستوي. على ما نخلص السمك يكون الرز استوى. الرز خلاص استوى. عايزه اقول لكم بصوا شكله وريحته تحفه جدا، وكالعاده اللون مش هو اللون برضو عشان الفلاش. والسمك اهو لسه الطاسه التانية، وادي الاولانيه اهي، ولسه في تاني، والسلطة والجرجير. وكده بقى هخلص كله واوريكم في الاخر بقى الشكل النهائي. وكده بعد ما خلصت خلاص قولي ايه رأيكم، ايه رأيكم بأمانة بأمانة. بصوا بصوا شكل السمك عامل ازاي، مش قادرة اقول لكم تحفة جدا، وريحته حلوة قوي. والرز اهو بصوا بيلمع ازاي، وسلطة بقى وجرجير، وشايفين الشكل عامل ازاي. يلا بقى ما تنسونيش بلايك وشير واشتراك في القناة، وكمان اعملوا لي كومنت حلو زيكم. دلوقتي بقى هقول لكم تعالوا اتفضلوا، اقول لكم تعالوا كلوا معانا الاول. يلا باي باي.